I'm a vampire. الحكاية النهاردة بتبدأ بصرخة رعب هزت ميستيك فولز. إلينا أول ما سمعت الكلمة من ستيفن أنا فامباير الدنيا سودت في وشها. جريت وهي مش شايفة قدامها، بتجري من الشخص اللي كان عوضها في الدنيا وتقول لنفسها إنها أكيد بتحلم. هربت ودخلت أوضتها وقفلت الأبواب ولفت لقت ستيفن واقف قدامها في ثانية. صرخت برعب أنت جيت هنا إزاي؟ وجريت منه بس هو كان أسرع منها وقال لها إلينا أبوس إيدك اسمعيني، ما تخافيش مني، أنا عمري ما أذيتك ولا عمري هفكر ألمس شعر منك. الناس اللي اتقتلت دي كلها ذنبها إيه؟ ستيفن رد بمنتهى الصدق وقال لها إنه مش هو، وإن دايما هو اللي بيقتل الناس دي وإن هو ما بيقتلش حد. إلينا قالت له امشي. ستيفن اتكسر وقال لها اديني فرصة واحدة بس، اديني فرصة واحدة أقولك الحقيقة، اديني فرصة اسمعيني، أنا ما اخترتش أبقى كده. وسابها ومشي، بس ما قدرش يروح بعيد. فضل واقف تحت بيتها في الضلمة عينه على شباكها، خايف عليها وخايف يخسرها. هو ده الحب يا جماعة. ركزوا معايا في كل كلمة جاية لأن اللي حصل بعد كده هيغير موازين المسلسل كله. شوفوا الحلقة للنهاية لأن الأغنية اللي اخترتها للقفلة هتصدمكوا وتقطع قلبكوا زي ما خلتني أعيط بالظبط. الصبح جه وإلينا قررت تدي فرصة لستيفن. ستيفن بدأ يطمنها وقال لها أنا بقالي سنين وسنين ما بقتلش حد ولا بلمس دم بشر وعايش وسط الناس عادي، والخاتم ده هو اللي بيحميني من الشمس، واللي بيقتلني يا إما تطلعي قلبي من مكانه أو تغرزي وتد خشب في قلبي. وفجأة خدها وراحوا الغابة وإلينا سألته وقالت له أنت جايبني هنا ليه؟ وقف قدامها وقال هنا كان بيتي سنة 1864، كان عندي وقتها 18 سنة، وهنا شفت أجمل بنت في الدنيا كاثرين، حبتها وحبتني، بس اكتشفت إنه مش لوحدي، أتاري أخويا دايما هو كمان حبها، وكاثرين دي كانت مسيطرة علينا إحنا الاتنين لأنها كانت فامباير وبتتغذى على دمنا، ومن كتر حبنا فيها حافظنا على سرها وبقينا إحنا الاتنين تحت رجلها. وفي الناحية التانية دايما كان بيعك الدنيا أكتر وأكتر، وبدم بارد شرب فيكي من دمه، وفجأة كسر رقبتها وموتها. فيكي رجعت للحياة تاني بس وهي مصدومة ومرعوبة. أول ما فاقت هربت وراحت جارية على بيت إلينا. أول ما ستيفن شافها عرف اللعبة بتاعت ديمن وإن ديمن حولها لفامباير. إلينا كانت مرعوبة بس ستيفن طمنها ووعدها وقال لها ما تخافيش هتبقى كويسة وهعلمها تبقى زيي. لكن المصيبة إن فيكي من كتر الرعب والجوع اللي حاسة بيه هربت من البيت. ديمن راح لبيت إلينا وهو بيدور على ستيفن، وهناك عرف إن إلينا عرفت كل حاجة، واللي وجعه أكتر وموته من جوه نظرة إلينا ليه اللي كلها رعب وكره وخوف. اللعب كبر والبلد ما بقتش أمان. طلع العمدة ليكويد ورئيسة الشرطة ومعاهم مدرس التاريخ عارفين كل حاجة عن الفامبايرز ومستعدين ليهم جدا. طلعوا جهاز أثري غريب حطوا فيه ساعة جيلبرت اللي سرقوها من بيت إلينا. أتاري الساعة دي مش ساعة عادية، دي بوصلة بتتحرك وتوصلهم لأماكن مصاصين الدماء. وفعلا البوصلة دي بدأت تتحرك وخدوا أسلحتهم ونزلوا الغابة. ستيفن أخيرا وصل لفيكي وكان بيحاول يهديها ويسيطر عليها، بس فجأة طلقة جت في صدره وقعته على الأرض. مدرس التاريخ ظهر ومعاه وتد خشبي وكان خلاص هيغرزه في قلب ستيفن، وهنا ديمن لحق أخوه في آخر ثانية وهجم على المدرس وقتله بدم بارد. مصيبة الأكبر إن فيكي ما عرفتش تمسك نفسها، هجمت عليه وشربت من دمه بكل جنون وفي ثانية اختفت. ستيفن رجع لإلينا وهو شايل خيبة أمل كبيرة. أول ما شافته جريت عليه أنت كويس؟ فيكي فين؟ أخوها قالب الدنيا عليها. ستيفن بص للأرض وقال ما عرفتش أسيطر عليها. فيكي اتغذت على دم بشري واختفت. في اللحظة دي إلينا حست بوجع ملوش آخر. قالت لستيفن
أنا عارفة ومتأكدة إنك عمرك ما هتأذيني، وأنا عارفة ومتأكدة إن عمري ما هقول سرك لحد، بس إحنا ما ينفعش نكمل مع بعض. يا وجع القلب يا دنيا واخدة مني كتير، وسايبالي جرحي وجعه كبير. أشوف وشك خلص على خير يا فرحة في قلبي مكسورة.